ادلقي الخل ومية الورد في التلاجة وهتنبهري من النتيجة. حقيقي الفكرة دي تحفة جدا. واللي ما يعرفنيش انا فاطمة ودي قناة افكار. وبجد حابة اشكركم قوي على كومنتاتكم على الفيديو اللي فات. بجد انا يعني جات لي دفعة كده ان انا استمر يعني لسنتين قدام. فشكرا قوي وشكرا لدعمكم، انا بحبكم كتير قوي. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة، بنعمل افكار حلوة قوي. اول فكرة بقى، لو احنا عندنا زبادي ودايما الاطفال بتفتحها كده وبتسيبها، فتجيبي حتة من نفس الزبادي كده وتلزقيها على الأطراف وتقفليها تاني. صدقيني مش هتتفتح تاني خالص إلا لما انت تكوني عاوزة تفتحيها. الفكرة بقى اللي بعد كده، كلنا طبعا بيبقى عندنا سوست وبتفوت زي ما انتوا شايفين كده. بجد الفكرة دي حلوة قوي بالفازلين أو أي كريم عندك. مش هنغلب نفسنا يعني، مش شرط الفازلين. وهتدهني السوستة كده كلها كلها. انا كنت بدهن حته بس هنا، شايفين الحته اللي انا دهنتها ديت هتلاقيها هي اللي قفلت معايا. بس تدهني السوسته كلها بقى وتدبي عليها كده. انا ما لقيت المقص اصلا مش تقيل اي حاجه. تقيله. وسلام بقى لو عندك زراديه او اللي هي البنسه دي. وتكه من هنا وتكه من هنا، شايفين الحته دي قفلت ازاي. وعشان انا ما كانش عندي زراديه كمان، فما اتكتش عليها كويس، فلازم تتك من الناحيه دي ومن الناحيه التانية برضو. أو زي ما انتم شايفين كده. بجد الفكرة دي حلوة قوي، انا بصلح كل السوست كده ولا اغيرها ولا اي حاجة. وحطيت فازلين تاني على كل السوستة بقى. بجد بصوا، تحفة 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 بقت يعني. انتوا هتقوموا تجربوا الفكرة دي وهتدعولي بجد. انا بحب قوي الفكرة دي ودايما بعملها في كل السوست اللي عندي اللي بتبوظ، فقلت اشاركها معاكم تاني. كلنا طبعا بيبقى عندنا علب التونة زي ما انتم شايفين كده. انا بحب احتفظ بيهم قوي، بينفعوني في حاجات كتير جدا. ممكن حتى تعملي بيهم ديكور شيك. آه، تحطي فيهم زرع او تزرعي حتى فيهم زرع زي القصرية كده. بجد حلوة قوي. بس الفكرة بتاعت النهاردة ان هما بديل الكب كيك، بجد تحفة. بتحطيهم في صينية كده وتحطي مثلا ورق زبدة او ورق ألمونيوم. بجد حلو بديل بقى اللي هو الكب كيك دوت. او اللي هو الكوبايات بتاعة القهوة الصغيرة دي تحطيها وتحطي الخليط فيها. تحفة. والمرة الجاية هجربهم معاكم عملي بقى. الفكرة دي للناس اللي بيبقى عندها كمية من الرز زي ما انتوا شايفين كده. اللي هو بنحط بيه فيه ورق الغار عشان ما يسوسش. هو اصلا محدش عنده كمية من الرز دلوقتي، خلاص الدنيا بقت رايحة في داهية. بس كده، يا اما تحطي بقى معايا كيس ملح. طب الفكرة ديت ايه؟ انا كل ما بقى ادخل انضف اي اوضة بحدد لنفسي تايمر كده 10 دقايق عشان انجز. و... ولاقيني انجزت بسرعة وكأن في حد جاي لك كده، كأن في ضيوف وراكي. وباخد البوكس دوت معايا عشان مش مفضلش رايحة جاية. بحط فيه ايه؟ بحط المعطر والجلانس بتاع الازاز ومنظف الاخشاب والبخاخات اللي احنا عملناها في فيديو قبل كده، هتلاقوها على القناة. وكمان المساحة واي مقشة او مكنسة. بجد الحاجات دي عشان مش كل شوية افضل رايحة جاية بتسعفني كده. وبتبقى حلوة قوي. انا قلت اشاركها معاكم يمكن تستفادوا. طيب يلا بقى، وانا بمسح كده اقول لكم تعطروا ازاي الدولاب. ما هو لازم بقى افيدكم يعني. هنمسح الاول اي الضلفه كده، احنا اصلا في تنظيفات يعني. فهتمسحي الضلفه كده وهتجيبي دوني او اي عطر مفضل انت بتحبيه. او اي مسك او كده. وتحطيه على قطنه، يفضل قطنه، انا ما كانش عندي قطن فمنديل يعني ما يقولش لا. وهتمسحي كده الضلفه ومش هترمي المنديل، هتحطيه في جنب كده من الايه، من الدولاب. شمي بقى الريحة وهتدعيلي كل ما تفتحي الدولاب كده، هتدعيلي صدقيني. وهتحطي بقى المفرش بتاعك وتحطي الهدوم. بجد الدولاب هيبقى ريحته حلوة. واعمليها في كل في كل ضلفة كده، في كل رف. هتعتمديها الطريقة دي. الفكرة بقى اللي بعد كده اللي معانا كلنا طبعا بيكون عندنا بسكوت العيد بقى وكحك العيد، وما بنكونش عارفين نحفظهم في ايه. احسن حاجة نحفظهم فيها علب التلاجة. فكلنا طبعا بيكون عندنا مثلا علبة فيها مخلل أو علبة فيها صلصة ومكانها صلصة ومش بتعرفي تشيلي الريحة بتاعة المخلل، بتبقى الريحة ماسكة يعني. أو حتى لو ريحة زفارة يعني سمك أي حاجة من الحاجات دي. هتشيليها ازاي؟ بحتة صغيرة من الايه، من الطحينة زي ما انت شايفة كده. بجد حقيقي مكون سحري سحري. هتشيلك اي ريحة زفارة. طب ما عنديش طحينة، بن عليكي بقى وعلى البن يعني تحفة بجد. الفكرة بقى اللي بعد كده، كلنا طبعا داخلين على الحر الصيف.
فيها بقى عرق وفرهدة، فديت شابة من عند العطار، ويفضل تجيبيها مطحونة. انا كنت جايباها كده، فلسه هطحنها. فهتعملي ايه؟ هتجيبي نص ليمونة تبقى دايما عندك في الحمام، وتقومي حاطة من الشابة المطحونة ديت، وبعدين تحطي على الاماكن اللي فيها العرق. الفكرة بقى بتاعتنا، حطي الخل ومية الورد تلاقيهم كده في التلاجة وهتنبهري. بجد الفكرة دي مش هتستغني عنها وهتقومي تنفذيها حالا. انا المية الورد اللي عندي ديت كانت منتهية الصلاحية فارميها؟ لا، وممكن تعمليها بمية ورد عادية، بجد هتخلي ريحة التلاجة تحفة. طب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب طبق كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط فيها مية ورد حوالي 4 5 6 معالق كده. كتري براحتك، مش مفيش مشكلة. مية الورد مش هتضر خالص. وبعد كده هتجيبي معلقتين بس من الخل. الخل دوت بيعمل ايه؟ بيعقم وبيطهر، بجد حلو قوي. فتعتمديه في مسح التلاجة او في اي حاجة جاهزة عندك. الخل تحفة. وهنجيب نقطتين او معلقة من البريل، وهتحطيهم في بخاخة كده. دي بقى الوصفة دي بقى بتعمل ايه؟ بتغسل لك التلاجة وبتعقمها لك وبتخلي ريحتها تحفة بسبب مية الورد. ومية الورد بتقضي على اي روائح في التلاجة. بجد في يعني وصفة حلوة قوي، اعتمديها. وممكن كمان تغسلي بيها الميكرويف، الرخامة، اي حاجة تانية. بجد حلوة قوي وسهلة وفي كل بيت. تعالوا بقى نغسل مع بعض عملي كده التلاجة. بصوا كان في بقعة وكان في يعني لبن بقى. اللبن ده اصلا ما بيطلعش. بصوا ما استنيتش عليها اصلا، يعني انتي اصلا المفروض تحطيه وتسيبيه دقيقتين كده هتلاقي كل حاجة بقت كويسة. انا ما استنيتش والنتيجة بجد تحفة. اعتمدي الفكرة دي وهتدعيلي. كده الفيديو بتاعنا يبقى خلص. بحبكم كتير، سلام. يا جماعة ما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تشوفوني. عايزين نكبر بقى سوا ونبقى عيلة كده كبيرة. سلام.